طيب ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو للفيزياء زي ما عملنا فيديو للكيمياء، والحمد لله جاب 200,000 في يوم، فاللي هو انتوا كلكم راكمين كيمياء ولا ايه؟ فان شاء الله النهارده هنعمل الفيزياء وهنعمل برضو تقسيمه الدرجات، وبعد كده هنعمل جدول ليها. اول حاجه لازم برضو نعرف تقسيمه الدرجات ايه علشان نعرف احنا ماشيين ازاي. بص، اول حاجه الفصل الاول معانا في الفيزياء عباره عن كام درجه؟ الفصل الاول معانا تمام، عايزه يبان، عباره عن 8 درجات. تمام، الفصل الاول 8 درجات. الفصل الثاني معانا عباره عن 12 درجه. الفصل الثالث عباره عن 14 درجه. الفصل الرابع عباره عن 9 درجات، والحديثه كلها عليها 18 درجه. تمام. طيب زي ما انتم شايفين كده الفصل الثالث والثاني بما يعادل نص الامتحان، فاكيد ان احنا هنهتم بيهم جدا جدا. طيب خلونا نشوف اول حاجه هنبدا بايه علشان نخلص جزء كبير. احنا دلوقتي الحديثه كلها ب 18 درجه، يعني يعتبر تلت الامتحان بس حديثه، والحديثه سهله جدا وتتلم، لان لو انت حفظت القوانين انت خلاص كده ضمنت الحديثه. بصوا، عايزه اوريكم حاجه مش عارفه هي موجوده ولا لا. بصوا، ده كان مثلا ايه، ده كان ملخص الفصل الخامس حديثه بتاعي، يعني ده اللي لقيته الصراحه، لان جيت اطلع حاجه الفيزياء لقيته. فبصوا هي عباره عن قوانين. بصوا عباره عن قوانين، يعني الحديثه عباره عن قوانين بالظبط. لو انت جمعت لي القوانين كلها بتاعه الحديثه هتعرف تحل اي سؤال، لانها ما فيهاش افكار كتير اصلا، هي قوانين وهتعوض على طول. تمام. فالحديثه هنسمعها منين بقى؟ انا النهارده هرشح لكم كمان فيديوهات علشان تذاكروا على طول. عندنا فيديو مستر عبد المعبود. تمام. مستر عبد المعبود شارح الحديثه كلها في 9 ساعات، واقسم بالله شرح تفصيلي. انا شفت الشرح ده ولقيته تفصيلي بالظبط، يعني في كل حاجه تقريبا هو بتشرح في المحاضرات الاساسيه، لان اصلا الحديثه عندنا ايه، عباره عندنا عن 4 فصول. الحديثه لو انت عايز فعلا تقفلها هتتملي بالفصل الخامس والفصل السادس. ده مش السادس كده، السادس. تمام. دول اللي عليهم كل الشغل، لان الفصل السابع والثامن يعني مش بيجي عليهم حاجات كتير، لان الفصل الخامس والسادس هم اللي بيجي عليهم اكبر درجات. فهنسمع الفيديو بتاع مستر عبد المعبود اللي هو 9 ساعات. هيتبقى لنا يوم. طب انا مداكم يومين، اليوم الاول هنسمع فيه مستر عبد المعبود، واليوم الثاني هنعمل فيه ايه؟ عندنا تو اوبشن لو انت خلاص ظبطتها من مستر عبد المعبود، واهم حاجه اهم حاجه تعمل كشكول الحديثه، تكتب كل افكار ولا المستر، لان دي المرجع ليك لما انت تيجي تحل، هتشوف القوانين من الكشكول اللي معاك ده. تمام. المهم انت خلاص خلصت اول يوم لمستر عبد المعبود، قدامك تاني يوم بقى، قدامك توش لما تسمع مستر حسن ماهر منزل برضو الحديثه كلها في فيديو واحد تقريبا 8 ساعات، برضو شرح تحفه جدا. او وده طبعا اللي انا بفضل انت تقعد تحل بقى اليوم كامل، تقعد تحل لي بقى على الحديثه، تحل لي على الفصل الخامس لوحده، والفصل السادس لوحده، والفصل السابع والفصل الثامن لوحده، وبعد كده تحل شامل على الحديثه. خدوا بالكم اصلا الافكار مش كتير، فالاسئله بتبقى صغيرين، يعني بجد ممكن مثلا الفصل مثلا بيبقى عليه 50 سؤال اكتر حاجه، ما يبقاش عليها افكار كتير، لان زي ما قلت لكم ان هي بتبقى قوانين قليله، والحديثه كلها موجوده عندك في الفصل الخامس والسادس. السابع يعتبر لما مثلا يجي يقول لك طفل هيدروجين او مثلا ذره هيدروجين، احسب لي الطول الموجي ليها واحسب لي التردد والكلام ده، فيعتبر الكلام متعاد. فده بالنسبه للحديثه، يعني انت في يومين ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله، لو مشيت على الطريقه اللي انا قلت لك دي وطبقتها فعلا، لان ده مش وقت ان احنا نضيع وقت، هكون ضمنت 18 درجه من الامتحان. تمام تمام. ده بالنسبه للحديثه. هنبدا بايه؟ هنبدا عادي جدا من الفصل الاول، لان عندك الكهربيه. انا عارفه الفصول دي كلها تمام وعارفاها كلها. الفصل الاول مش هتحتاج منه اي حاجه في الفصول دي كلها غير ايه؟ غير الجزء اللي هو القانون بتاع شده التيار. تمام، اللي هو رابط ما بين قانون اوم اللي هو شده التيار بيساوي في على ار. تمام. والفصل الثاني هتحتاجه في الفصل الثالث، لان الفصل الثاني يعتبر عكس الفصل الثالث، فاحنا هنمشي عادي بالترتيب في الكهربيه. الفصل الاول هناخده عندنا على اليومين. اليوم الاول هناخد الدرس الاول والثاني ونحل عليهم. طب الدرس الاول والثاني عباره عن ايه؟ الدرس الاول اسهل حاجه اللي هو اصلا المقدمه، بيعرفك الاساسيات او كل حاجه، يعني كل حاجه رمزها ايه، شده التيار، فرق الجهد، المقاومه، القدره الكهربائيه، والكلام ده كله. تمام. والدرس الثاني اللي هو التوصيل على التوالي والتوازي. وطبعا لو انت لسه ما بداتش فيزياء خالص، الدرس ده هيبقى رخم جدا جدا معاك في الاول، ويسال زمايلك اللي بادئين من اول السنه، في الاول هيبقى رخم معاك، ولكن بعد كده هيتحل. واليوم الثاني عندك هتاخد قانون اوم اللي هو الدرس الثالث. تمام. زائد كيرشوف. طيب كيرشوف ده بالذات مهم جدا جدا جدا، اي درس مهم انا هعمل لك عليه علامه عشان تهتم بيه. كيرشوف ده مهم جدا لوحده. من الكهربائيه تقريبا عندنا عباره عن الكهربائيه كلها 42 درجه، كيرشوف ده لوحده 4 درجات. تمام. كشف ده لوحده 4 درجات. تمام. فتهتمي بيه جدا جدا. يبقى انا عندي الفصل الاول هياخد معايا يومين. مستر برضو عبد المعبود او مستر محمود مجدي شارحين تقريبا الفصل. مستر عبد المعبود شرح الفصل تقريبا في 7 ساعات، فانت لو خدت 3 ساعات هنا و3 ساعات هنا هتكون خلصت الفصل كله في يومين زي ما انا قلت لك. طبعا اهم حاجه تحل، بعد ما نخلص تحل كويس جدا. طب احل ايه؟ اكيد المصدر الاول والاخير ليا نحل امتحان ثانويه عامه، اهم حاجه. في مدرسين كتير جدا بدأوا دلوقتي يحل كتب مراجعه، ان هي كتاب الامتحان، كتاب نيوتن، حل من اي كتاب، قلت لكم الافكار متعاده. بالنسبه للفصل الثاني هقسمه عندي على 3 ايام. اليوم الاول هناخد فيه بقى، بناخد اللي هو السلك، زائد الملف الدائري، زائد اللولبي. تمام. هناخده اليوم ده. تاني يوم عندي هاخد ايه؟ تاني يوم عندي هاخد القوه المغناطيسيه وعزم الزواج، هناخد القوه زائد العزم. تالت يوم معايا وهناخد فيه الاجهزه كلها،
الاجهزه مهمه جدا 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 جدا، نعمل عليها دايره برضه، لان كل الحاجات المهمه اللي اهتموا بيها هعمل لكم عليها مربع كده. الفصل الثالث كله مهم لانه لوحده عليه 14 درجه، يعني ربع الامتحان. الفصل ده هنهتم بيه جدا جدا جدا. هناخد عادي جدا اليوم الاول الدرس الاول، بعد كده الدرس الثاني، كده الدرس الثالث، بعد كده الدرس الرابع. تمام، هناخد عادي جدا الدرس في اليوم طبعا، بس ده بجانب الماده بتاعتك، بجانب الماده اللي انت بتذاكرها. بالنسبه للفصل الرابع هناخده معانا على اليومين. مستر عبد المعبود برده شارح في 7 ساعات، فهناخد اليوم الاول 3 ساعات وهناخد اليوم الثاني 4 ساعات. يبقى احنا كده قسمنا المنهج كله. طب انا سايبه لك برده يومين في الاخر، لان كده نكون خدنا الفيزياء. انا بقى سايبه لك يومين كده في الاخر، هقول لك هنعمل فيهم ايه دلوقتي، لان احنا يعتبر كده خلاص خلصنا المنهج كله في 12 يوم. انا عامله لك لو انت واقع في ماده لوحدها، طبعا انا قلت لو انت عايز جدول للمنهج كله، الجدول هينزل ان شاء الله على اليوتيوب، القناه اسمها سلمى هلال. وده لسبب واحد، طبعا هطلع اعمله برده معاكم في فيديو، لان الفيديو هيبقى طويل. تمام، لان هعمل جدول شهر، يعني 4 ورقات من دول، يعني كل ورقه خليها اسبوع، فالفيديو هيبقى طويل. فاليوتيوب اسمه سلمى هلال، هتبحثوا في اي مكان هيظهر لكم القناه، مش محتاجه ابعت لكم اللينك بنفسي. اكتبوا في اليوتيوب سلمى هلال، شات جي بي تي، جوجل، فيسبوك، اي حاجه هظهر لكم على طول. تمام. كده احنا عملنا جدول الكيمياء وعملنا جدول الفيزياء. ان شاء الله هعمل لكم جدول لكل ماده لو انت واقع في الماده دي لوحدها، لو انت ماشي زي الفل في المواد الثانيه. لكن لو انت واقع في المنهج كله تكون انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو للمنهج كله، ولكن انا بحضره لانه هياخد معايا وقت كبير جدا. وبس كده، بحبكم جدا جدا، ما تنسوش تصلوا على النبي، بحبكم في الله.